بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هكمل شرح تصميم مبنى سكني بالكامل على برنامج الايتابس باستخدام الكود الامريكي ACI 318 والكود الاحمال ASCII 716. النهارده باذن الله هنبدا اولى الفيديو لتصميم العناصر الخرسانيه المختلفه. هنبدا بتصميم الشير وول. احنا المرات اللي قبل كده في الشرح كنا شرحنا ازاي نعمل الموديل وندخل احمال الزلازل الاستاتيك والديناميك واحمال الويند لود، وعرفنا ازاي نعمل كل التشيكس اللي مطلوبه مننا طبقا للكود الامريكي. اول لما التشيكس بتبقى اوكي يبقى ننتقل للمرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله الديزاين. الفيديو ده باذن الله زي ما انا قلت هشرح تصميم الشير وول. انا بس فكر الحل بتاع الموديل عشان هشرح بس حاجه بسيطه. لو التشيكس اللي قبل كده كنت ساعات بقول ان هي لو نوت سيف نرجع تاني نغير في الاستاتيكال سيستم، بمعنى ان احنا ممكن نزود عدد الشير وول او نزود في ابعاد الشير وول. طيب الكلام ده ازاي نعمله من غير ما نرجع تاني الموديل الدي اكس اف ونرجع نصدر من الكاد للايتابس؟ في طريقه ان احنا ممكن نعدل على طول على الايتابس. تاني حاجه هعملها بس قبل ما نعمل الديزاين ان انا هحاول مثلا الحيطه دي بدل ما هي مستطيل هنخليها مثلا كور حرف سي، عشان يبقى لو احنا بنعمل ديزاين الشير وول يبقى خدنا الاشكال المختلفه يعني. اول حاجه لو احنا عايزين نزود ابعاد الشير وول من على الايتابس على طول نعمل الكلام ده ازاي؟ مثلا انا همسك الحيطه دي كده وعايزين نزود ابعادها. لو عملنا اول حاجه بنعملها ايه؟ بنعمل اول حاجه بنختار من هنا كده اول ستوريز. تمام، لازم نكون مختارين اول ستوريز. انا واقفه هنا في ال3 دي عشان نبقى شايفين. تمام، احنا كده واقفين في ال3 دي. انا همسك دلوقتي الشير وول دي، هنعمل ايه؟ سيلكت، نسحب كده سيلكت على النقط اللي تحت دي عشان احنا هنزود الشير وول. هزوده في اتجاه واي لتحت، مثلا نقول ان احنا هنزوده متر. فبنعمل ازاي؟ يبقى اول حاجه اول ستوريز سيلكت على النقط بتاع الشير وول تحت كده، ومن قائمه اديت نختار حاجه اسمها موف جوينت فريم شيل. تمام، مثلا احنا هنزوده قلنا في اتجاه واي لتحت، يبقى احنا هنزوده كام؟ مثلا هنزوده متر، يبقى لتحت يبقى سالب، وهنكتب مثلا متر او متر ونص. وبعد كده بنعمل ابلاي، هنلاقي ان طول الحائط بتاع الشير وول زاد. طيب نعمل كلوز، برضو نفس الفكره في اتجاه اكس. لو احنا مثلا عايزين نزود طول الحيطه دي فبنعمل سيلكت على النقط دي. اهم حاجه ان احنا نبقى مختارين اول ستوريز وعملنا سيلكت على طرف الحوائط كده من هنا كده سيلكت، هنلاقي سيلكت على الثلاث نقط دول. من قائمه اديت هنروح لموف جوينت اور فريم. احنا دلوقتي هنزود في اتجاه اكس بالموجب ولا بالسالب؟ لا بالسالب، لان انا عايزه الحيطه تسحب في اتجاه سالب اكس كده. لو احنا كنا عايزين نزودها من الاتجاه ده كنا هنعمل سيلكت على النقط هنا. طيب هنروح في اكس كده بالسالب كام؟ برضو ممكن نقول سالب متر. نعمل ابلاي، هنلاقي ان طول الحائط زاد. طيب دلوقتي احنا ايه؟ عرفنا اول حاجه ازاي نزود ابعاد الشير وول. طيب لو عايزين نحول عمود مثلا بنخليه بدل ما هو عمود نخليه شير وول، ينفع؟ ينفع. نعمل ايه؟ نعمل سيلكت على القلم كده. تمام، ومن هنا كده من قائمه اديت هنلاقي في حاجه اسمها اكسترود. تمام، بنقوم جايين مختارين حاجه اسمها اكسترود فريم تو شيل. احنا مثلا عايزين طول حيطه 2 متر او 2 متر ونص، نقوم جايين كاتبين هنا كده في الدي اكس 2 متر ونص. مش بالشرط بقى، ما فيهاش اشارات هنا. تمام، 2 متر ونص. او لو احنا عايزين مثلا يمين او شمال لا نخليها فيها اشارات. يعني انا مثلا عايزه ايه؟ اخلي الحيطه تبدا من هنا كده، فانا ايه؟ هكتب بالموجب 2 متر ونص. طبعا انا عايزه النمبر 1 ونعمل ابلاي. تمام، وبعد كده نعمل اوكي. ثواني عشان هو مهنج. تمام، هو كده رسم الحيطه وساب العمود. بنعمل ايه؟ نعمل سيلكت على العمود كده وبنعمل ديليت من الكيبورد، او في ديليت فوق هنا اهو، في علامه الديليت فوق، نضغط كده يبقى هو مسح العمود. كده احنا رسمنا، عرفنا ازاي نزود ابعاد الشير وول او نقلب الحيطه، نقلب القلم لشير وول. فضل حاجه بس قبل ما ندخل على خطوه الديزاين، ان احنا نعمل ايه؟ انا بس عايزه احول الشير وول دي لحرف سي عشان لما يجي يحل الموديل يعني ونعمل خطوه التصميم نعرف ازاي نصمم حيطه حرف سي او ريكتانجلر عادي. ازاي نحول بقى دي كده؟ هنيجي من قائمه درو. تمام، ومن هنا كده بنختار درو اوبجكت. هنختار من درو فلور هنختار حاجه اسمها ايه؟ درو وول، زي امر رسم الحوائط اللي هي العاديه. ومن هنا كده بنقوم جايين راسمين وول.
مثلا انا هرسمها هنا باي حاجه، يعني مثلا هرسمها، هو هنا بيكتب الابعاد اهو كده، رسمها اهو 2 متر. هنستنى بس عشان هو بيهنج، وهنلاقيه هو عمل دخل الحطين في بعض تلقائي. عايزين نديها السكشن بتاعها. احنا الاول نشوف اهم حاجه تكون بير ليبل كام. كانت واخده القطاع الاصلي وول 30 والبير ليبل بي 3. الكور بياخد نفس البير ليبل كله نفس الرقم، فكليك يمين على دي كده عشان نغير السكشن بتاعها. من هنا كده هنختار ان هي تبقى وول 30 تمام، وننزل على البير ليبل هنخليها مين بي 3 ونعمل اوكي. تمام، يبقى احنا كده ظبطنا دي ودي. طيب لو احنا عايزين مثلا نعمل شير وول تانية برضو من قائمة درو، ونروح كده على درو فلور، فلور وول اوبجكت، ونختار درو وول، ومن هنا كده هنقوم جايين برضو عاملين رسمين حائط. تمام، كليك يمين، كليك الاول شمال وبعد كده كليك يمين ونديله السكشن بتاعه. هنا كده هنديله وول 30 وبرضو نفس البير ليبل بي 3، نعمل اوكي. تمام. طيب لو عايزين نكبر برضو نفس القصة، لو عايزين نكبر ابعاد الكور ده نعمل ايه؟ بنعمل سيلكت على النقط دي كده، من هنا كده سيلكت على النقط، edit، ونعمل موف. مثلا هنكبره في الدي اكس -1، نعمل ابلاي، هنلاقي الابعاد بتاعه كبرت. طيب عايزين نكبره مثلا برضو في اتجاه اكس، سيلكت على النقط دي كده ونديله برضو 1 كده. طبعا انا بعلمكم ازاي نعدل على الموديل، مش لازم يعني مش لازم تعملوا الخطوات دي. انا بعلمكم لو في حاجه مثلا في التشيكس نوت سيف ازاي ترجعوا تاني وتعدلوا على الموديل. مثلا عايزين نكبر في اتجاه واي، لو سلكت على النقط دي كده نعمل بقى الدي اكس ب0 والدي واي نخليها بسالب، مثلا -0.5، نعمل ابلاي. تمام اوكي. كلوز. احنا بس العمود اللي احنا رسمناه تحت ده كده، لو عايزين نخرج من امر اي رسم بنضغط على السهم اللي فوق ده كده اللي هو سيلكت اوبجكت، هنلاقيه خرج من اي امر احنا كان معانا. الحيطه دي احنا عايزين نديها سكشن وبير ليبل. تمام، يبقى هنا كده هنروح على السكشن بتاعها، هنلاقيها اسمها ايه وول 30، ابلاي اوكي. تمام، ونديها بير ليبل. نعرف ازاي البير ليبل من ديفاين بير ليبل، ونسمي احنا كان عندنا 6 شير وول نخليها 7، ونعمل اد نيو نيم ونعمل اوكي. من هنا كده برضو كليك شمال وبعد كده كليك يمين، ننزل على البير ليبل، نعرف القطاع بتاعها مين بي 7 ونعمل اوكي. كده يبقى احنا عرفنا ازاي نعدل في الاستاتيكال سيستم لو احنا التشيكس بتاعنا نوت سيف. دلوقتي بقى ننتقل لخطوه الديزاين. انا هرجع تاني احل الموديل، يعني عملت كده رن الموديل كده، رجعنا بعد ما الموديل حل. دلوقتي نبدا في خطوه بقى ديزاين الشير وول. اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل سيلكت للشير وول بس عشان تبقى ظاهره قدامنا. ازاي بنعمل كده؟ من قائمه سيلكت نختار حاجه اسمها ليبلز، من هنا كده بير ليبل، ونقوم جايين سيلكت على كل البير ليبل اللي احنا كنا معرفينها، نعمل سيلكت، كليك يمين، من هنا كده شو سيلكتد اوبجكت اونلي، ونعمل كلوز. بعد كده بنقوم جايين سيلكت على الحوائط دي كلها، بنروح كده القايمه اسمها قائمه ديزاين. من ديزاين بنختار حاجه اسمها شير وول ديزاين، بندخل على اول حاجه اللي هي فيو بريفرنس. الديزاين كود طبعا احنا كنا معرفين من الاول اللي احنا هنصمم في اول ما عملنا الموديل طبقا للكود الاي سي اي 318. الريبار ماتيريال والريبار شير ماتيريال بنغيرها للماتيريال الستيل اللي احنا كنا معرفينها. احنا كنا معرفين ان الماتيريال هتبقى ايه، الاجهاد بتاعها ب40، اف يلد ب40، والريبار شير ماتيريال برضو ب40. احنا طبعا عارفين ان الشير وول بيتسلح تسليح هوريزونتال وتسليح فيرتيكال، اسياخ بالطول واسياخ بالعرض. فالريبار ماتيريال للفيرتيكال اللي هو يقصد بيها الريبار ماتيريال، الريبار شير ماتيريال هي السياخ الهوريزونتال.
تمام. بقيه القيم دي كلها دي البرنامج الايتابس بيحطها اوتوماتيك طبقا للكود الاي سي اي 318. بنعمل اوكي، بنروح تاني لقائمه ديزاين. من هنا كده بنختار حاجه اسمها الفيو ريفايز بير او سيلكت، سوري، بنختار حاجه اسمها ديسبلاي، لا بنختار حاجه اسمها سيلكت ديزاين كومباينيشن. دي ايه؟ دي كل حالات الديزاين كومباينيشن اللي احنا كنا معرفينها، او كنا احنا عاملين في الخطوه الاول في الموديل لما كنا مدخلينه مخلين البرنامج وهو يعرف الحالات دي كلها. فاحنا لازم نكون الديزاين دي كلها نسلكت عليها وننقلها الناحيه التانية من السهم، عشان لما يجي يعمل ديزاين يعمل على كل حالات التحميل اللي عندنا. نعمل اوكي. طيب الخطوه اللي بعد كده من قائمه ديزاين برضو بنروح لشير وول ديزاين، بنختار حاجه اسمها assign بير سيكشن. يعني ايه ده؟ التسليح بقى اللي احنا هنبدا ندخله للشير وول. عندنا بندخل بنعرف بثلاث حالات: السمبليفايد سي وتي ديزاين، اليونيفورم رينفورسنج، او الجنرال رينفورسنج. دايما احنا بنبقى من حاجتين المستخدمه او اللي بيبقى اكتر حاجه مستخدمينها اللي هي اليونيفورم رينفورسنج. احنا هنحط تسليح محطوط توزيع يونيفورم على طول القطاع، او جنرال رينفورسنج. دي ان شاء الله برضو هشرحها في الفيديو ده. لو احنا عايزين نكثف مثلا حديد في مكان ونحط حديد في مكان التاني مش مكثف كده يعني. فانا اول حاجه هنشرحها اللي هي الاسهل اللي هي يونيفورم رينفورسنج. تمام. احنا هنا هنعمل ايه؟ هنخلي البرنامج يعمل ديزاين. تمام. فهنختار تحت اللي هي رينفورسمنت تو ديزاين ونختار اوكي. بعد كده بنعمل ايه؟ من قائمه ديزاين شير وول ديزاين نختار ستارت ديزاين تشيك ونستنى لحد ما البرنامج يخلص. اول ما البرنامج يخلص هنلاقي التاب دي اتقفلت وظهر قيم كده على الشير وول، ده معناه ان هو خلص الديزاين. كده البرنامج خلص الديزاين. ازاي بقى بنعرف ان كل شير وول محتاجه قد ايه تسليح؟ انا سايبه لكم وهنسيب لكم ان شاء الله كالكوليشن شيت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الكالكوليشن شيت دي عباره عن ايه؟ بنكتب هنا البير ليبل اللي هي عندنا ايه، بير، احنا مسمين الحوائط طبعا كل شير وول ببير ليبل بي 1 بي 2 بي 3. بندخل الثيكنس واللينس، وبندخل هنا الرو اللي هي كميه الحديد اللي احنا محتاجينه، رينفورسمنت ريشيو. تمام. من الايتابس. والبرنامج بيحسب ايه؟ بيبدا يحسب الاس والاريا اس وبيحسب الكلام ده تلقائي لوحده. احنا هنا بس بنختار القطر التسليح اللي احنا هنستخدمه في الشير وول. تمام. ده بالنسبه لللونجيتيودونال. عندنا الحديد اللي هو في اتجاه العرضي اللي هو الترانسفيرسال رينفورسمنت اللي هو الهوريزونتال يعني، برضو نفس القصه. بندخل الرو من برنامج الريبار اللي هو المتر مربع على المتر ده من الايتابس، هو بيحسب الباقي. بس اهم حاجه برضو نختار له القطر اللي احنا هنستخدمه. تمام. طيب نيجي نختار مثلا، هنختار الحائط مثلا ده، نعمل سيلكت كده عليه، كليك شمال وبعد كده كليك يمين، ومن هنا كده نكبر الصفحه شويه. بنكتب الابعاد بتاعه 3.3. تمام. اللينس ب3 والسكنس ب3، والبير اي دي واخد ب4. تمام. فاحنا بنقوم جايين مسجلين البيانات دي هنا ب4، هنا 3، وجايب هنا كام؟ اللينس ب3 متر.
الرو دي بنجيبها منين؟ بنروح كده ننزل تحت لحد ما نلاقي حاجه اسمها فليكشرال ديزاين. هنلاقي في حاجه اسمها التوب ريكويرمنت، الريكويرد ريبار في التوب والبوتوم. دي نسبه الرو. احنا دايما ايه هنلاقي ان البوتوم بيطلع اعلى، فاحنا بناخد على الاعلى عشان يبقى سيف معانا، مور سيف. فهنا الرو طالعه بكام؟ 0.01. بنقوم جايين كاتبين هنا كده 0.01. هنلاقي الكالكوليشن شيت حسب تلقائي الاس دي اللي هي عباره عن ايه؟ لو نزلنا تحت للرسمه دي كده اللي هي السبيسنج ما بين كل سيخ والسيخ التاني، تمام؟ عشان نبقى فاهمين برضو. التي اللي هو القطر المستخدم. احنا مثلا هنسلح اللونجيتيودنال رينفورسمنت مثلا بنبدا بالمينيمم اللي هو 16، تمام؟ فهو هنا بيكتب السبيسنج. لو احنا اخترنا القطر 16 يبقى احنا كده هنحتاج نحط 16 سيخ، قطر 16 كل 10 سنتي، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ لللونجيتيودنال رينفورسمنت. يبقى احنا كده عرفنا التسليح الطولي يعني ايه. هنحط 10 في المتر فاي 16، 10 في المتر فاي 16. طيب بالنسبه للحديد بقى الهوريزونتال، هنجيب نسبه الرو دي منين؟ اللي هي من الايتابس. لو نزلنا كده هنلاقي في حاجه اسمها الشير ديزاين. هنلاقي في حاجه اسمها برضو ريبار متر مربع على المتر. ده الرقم اللي احنا بناخده. البرنامج مطلعه كام؟ 0.375. هنروح كده نكتب الرقم ده هنا 3.75، تمام؟ احنا هنا التسليح الافقي هناخده مثلا نبدا بقطر بيبقى اقل شويه في القطر، فمثلا نبداه بقطر 12. لو هنعمل قطر 12 يبقى احنا محتاجين كل 20 سنتي نحط سيخ، كل 20 سنتي نحط سيخ، تمام؟ لو احنا عاملين قطر 16 مثلا برضو نفس القصه، هيبقى كام؟ كل 20 سنتي نحط سيخ. بس احنا بنخليها الهوريزونتال بنبدا ب 12 دايما، قطر فاي 12 مللي، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا احنا محتاجين قد ايه تسليح في اللونجيتيودنال ومحتاجين قد ايه تسليح في الهوريزونتال. طيب ده بالنسبه للحيطه دي، تمام؟ هنكرر نفس الخطوات كلها في كل الحوائط. يعني احنا المفروض نيجي على كل الحوائط ونعمل نفس القصه. يعني كليك يمين مثلا على الحائط ده كده، نكبر كل 100، تمام؟ ناخد البروبرتي بتاع الحيطه من فوق، هنلاقي كاتب كل حاجه ان البير ده بير 5، اللينس ب2 والسكنس ب3/10. بنقوم جايين مسجلين تاني كده رايحين للكالكوليشن شيت، نكتب ان بير 5 كانت السكنس ب2/10 واللينس ب2 متر. الرو بنجيبها منين؟ بننزل تحت كده لحد ما نلاقي حاجه اسمها فليكشرال ديزاين. هنلاقي الريكوايرد ريشيو طالعه بكام؟ قلنا دايما البوتوم بيطلع اعلى من التوب، تمام؟ فاحنا بناخد البوتوم طالعه بكام؟ ب8 من 1000. نكتب هنا كده ان هي طالعه ب.008 تقريبا 5. لو لقينا كده 8، لا سوري 8. بنغير ايه؟ القطر. احنا قلنا اول حاجه بنبدا بالتسليح اللونجيتيودنال ب 16، فاحنا هنا محتاجين 16 كل 15 سنتي. هنستخدم قطر 16 كل 15 سنتي، تمام؟ هنا كده لو رحنا بقى للتسليح الهوريزونتال ننزل تحت هنلاقي نسبة برضو في الشير ديزاين الريبار متر مربع على المتر ب.3.75. هنروح للشيت 0.3.75 هيطلع طبعا نفس التسليح. لو استخدمنا هنا قطر 12 يبقى احنا محتاجين قطر 12 مللي كل 20 سنتي، تمام؟ ده بالنسبة للحائط ده. طبعا انا قلت لكم هنكرر كل الكلام ده بالنسبة ايه؟ الحوائط كلها، حتى بالنسبة للكور. يعني الكور هنكرر نفس الموضوع. هنروح كده مثلا لو احنا عايزين الكور بس، يعني احنا لو احنا عايزين هنا مثلا الكور عشان نبينه او نخليه مثلا نسلكت هنا كده، نروح بالروتيت كده عشان نحرك البقرة، كليك يمين، كليك يمين. بنفس الطريقة بندخل البيانات بنفس الطريقة. المفروض ايه الاسهل ان احنا ناخد كل جزء لوحده. يعني الكور، وثواني عشان الموديل ساعات بيهنج. من هنا كده برضو بنكبر. احنا كنا مسميين تقريبا الكور B3 وكاتب اللينس الحائط كله الاجمالي والسكنس ده اللينس ده اللي هو الاجمالي بتاع الكور 9 متر، تمام؟ بننزل تحت كده لحد ما نلاقي الرينفورسمنت ريشيو الريكوايرد، برضو بنكتبها في الكالكوليشن شيت، وننزل تحت نكتب نسبة المتر مربع على المتر ده اللي هو الشير ديزاين، ونشوف هو محتاج تسليح قد ايه. طيب بعد كده بنعمل ايه بقى؟ نقفل ده كده
بنروح تاني، احنا كده ايه عرفنا محتاجين في كل حيطة قد ايه. فاحنا مثلا بالنسبة للحائط ده كده لو احنا عملنا سلكت عليه لوحده، يعني عشان بس الدنيا ما تتلخبطش، شو قول، ونرجع نشيل من هنا كده علامة الصح من على الفلور عشان نظهر الشير بس وول لوحدها، نعمل اوكي. انا مثلا احنا عرفنا هنمشي بقى على الحوائط كلها، انا عرفت دلوقتي الحائط ده انا محتاجه فيه قد ايه، فهنعمل اول ستوريز ونختار، وان هنا كليك يمين ونعمل شو سيلكتد اوبجكت اونلي، ونعمل سيلكت على الحائط ده لوحده. المفروض بقى ان احنا بنمسك كل شير وول كده لوحده، بنروح تاني من قائمه ديزاين ونختار شير وول ديزاين، تمام، وبنختار من هنا كده assign بير سيكشن ونختار يونيفورم reinforcing، تمام. احنا قلنا ايه هنختار في الحائط ده كام قطر 16 في اللونجيتيودونال، السبيسنج كانت طالعه بكام ب10 سنتي، تمام. يبقى هنا كده نكتب 1/10، الكفر ببوينت 0.25، الاند كورنر بار اللي هي قطر الاسياخ المستخدمه في الكورنر طبعا هتبقى نفس القطر بتاع اللي احنا مستخدمينه، فهنستخدم قطر 16، تمام. ونعمل بقى نختار ايه reinforcement to be checked، تمام، ونعمل اوكي. وبعد كده نقوم جاي من قائمه ديزاين تاني شير وول ديزاين، نعمل ستارت ديزاين تشيك. فهو دلوقتي هيعمل ايه ديزاين تاني. كده المفروض ان الديزاين خلص. لو عملنا تاني كليك يمين كده على الحيطه دي كده، وكبرنا هنلاقي ان نسبة التسليح هنا طالعة كام، الدي على سي، احنا طبعا هنقارن بنسبة الواحد، فنلاقي هنا طالعة 7/10 و6/10، فكده احنا ايه مور سيف، تمام. دي الطريقة الاولانية لمين للتسليح، احنا ايه استخدمنا الطريقة دي. طب في طريقة تانية اللي هي الجنرال رينفورسنج، احنا قلنا هنستخدم ايه الطريقتين، اللي هو اليونيفورم لو احنا كنا عاملين هنا كده من قائمة ديزاين من assign، يعني مثلا احنا مستخدمين دي كده من ديزاين، رحنا لشير وول ديزاين واخترنا ايه assign وعملنا الاول يونيفورم. لا دلوقتي هندخل بقى للجنرال رينفورسمنت، تمام. لو اخترناها كده بنعمل هنا من ديزاين بنعمل حاجه اسمها ديفاين جنرال بير سيكشن، تمام، اد بير سيكشن، ونعمل هنا كده اد نيو بير سيكشن، ونعمل نختار من موديفاي اند شو نعمل سيكشن ديزاينر. من درو بنختار حاجه اسمها كونكريت شيب، تمام. طبعا احنا عندنا الحائط ريكتانجلر، فنعمل كده ونضغط في نقطه الزيرو هنلاقيه القطاع اترسم لوحده. طيب الابعاد مش مظبطه، نظبطها ازاي؟ كليك يمين من هنا كده بنختار الجيومتري الهايت والويتس. احنا كان الحائط ده كده كام، كان 3 تقريبا 3 متر، 3 متر في 3/10، فبنروح نكتب الابعاد 3/10 والويتس 3 متر ونعمل اوكي. كده هو رسم قطاع الحائط. طيب عايزين ندخل الستيل جواه، ندخله ازاي؟ برضو من قائمة درو
في حاجه اسمها ريبار شيب، هنختار ريكتانجولار ريبار، ونروح برضو لنفس النقطه اللي احنا كنا راسمين منها اللي هي نقطه الزيرو والزيرو، ونضغط كليك شمال هنلاقي الاسياخ اترسمت. طيب عايزين نظبطها، كليك يمين، اهم حاجه الجنرال ماتيريال بتاع الستيل اف يلد 40. تمام. من هنا كده الهايت والويتس، احنا دايما بنسيب الكفر تقريبا حوالي 5 سنتي. تمام. فاحنا كنا مدخلينها 3/10، فتقريبا ده 52%، وده 3 يعني تقريبا 95%، ونعمل اوكي. سوري ده كده مش 95%، ده 95%. نعمل اوكي هنلاقيه ظبط الاسياخ. طيب عايزين نظبط السبيسنج ما بين الاسياخ، نظبطها ازاي؟ هنا كده كليك يمين، البار سايز احنا قلنا مدخلين حديد كام؟ 16، فبندخل هنا الحديد البار سايز 16. تمام. السبيسنج ب1/10، هو هنا بيحسب النمبر اوف بار تلقائي. تمام. نعمل اوكي. نفس القصة تحت، نقوم جايين كليك كده، كليك يمين تحت، ندخل القطر ب18، السبيسنج ب1/10، وهنا حسب برضو عدد الاسياخ. نفس الموضوع في الكورنر. الميزه ان في الطريقه دي، هي الطريقه دي اصعب من الطريقه الاولانيه، الاتنين بيدوا نفس النتائج تقريبا، بس هو الفكره في ايه؟ ان احنا بنلجا للطريقه دي لو احنا عايزين نوزع الاسياخ في كل اتجاه. مثلا عايزين نكثف عند الايدج هنا ومن الايدج هنا، فلازم نستخدم الطريقه دي. لكن الطريقه الاولانيه بيوزعوا توزيع يونيفورم في كل الاتجاهات. طيب عايزين نغير الاسياخ، هنا كليك يمين كده، برضو الاسياخ المستخدمه 16 1/10، بيبدأ يحسب عدد الأسياخ. مثلا احنا هنخليها مثلا هنا ايه، عايزين نحط 2 أو عايزين نحط 3، لا نخليها هنا كده 1/100، 1/10. نعمل اوكي. نفس الموضوع هنا نخلي 16 أو 18 زي ما احنا، لو مثلا عايزين نستخدم هنا سيخ 18، وهنا 1/10، وهنا 1. تمام. فاحنا بنبدأ نظبط الأسياخ تحت. طب احنا كده رسمنا السكشن، نعمل اوكي، والسكشن ده اسمه بير 1، ونعمل اوكي، وبعد كده بنعمل اوكي. طيب بنروح تاني لقائمة ديزاين، من ديزاين شير وول ديزاين بنختار حاجة اسمها assign بير سيكشن، ونختار جنرال رينفورسنج، ونقوم جاي مختارين بقى القطاع اللي هو البير 1 اللي احنا كنا لسه معرفينه، ونختار reinforcement to be checked، ونعمل اوكي. تمام. ونقوم تاني من قائمة ديزاين بنختار شير وول ديزاين، ونعمل ستارت ديزاين تشيك. كده المفروض ان هو خلص الديزاين. عندنا بقى طريقه تانية لو احنا عايزين نعرف الموضوع ده سيف، اللي هو الحديد اللي احنا حطيناه ده سيف ولا ان سيف. بنروح كده من قائمه، دي طريقه تانية غير الطريقه اللي انا اللي احنا دايما بنعمل كليك يمين ويظهر الكالكوليشن اللي هو بيطلعها برنامج الايتابس. بنروح هنا من الجنب نلاقي في حاجه اسمها تيبلز، من هنا كده بنختار ديزاين داتا، بنروح على الشير وول ديزاين اوت بوت، نعمل علامه البلس، ومن هنا شير وول ديزاين، من هنا كده كليك يمين، نعمل شو تيبل. هنلاقي هنا كده لو حركنا السهم اللي تحت ده، هنلاقي في حاجه اسمها دي على السي ريشيو، ده اللي هو زي ما نكون بنصمم في برنامج السي اس اي كولم. دي نفس الطريقه. عايزين بقى نطلع ان ايه اكبر رقم هو طبعا مطلع لكل الادوار، يعني هو لو هنا بيحسب للستوري 10 و8، وبيحسب في التوب والبوتوم عند كل دور في التوب والبوتوم، فاحنا عايزين نشوف الماكسيمم ريشيو. احنا قلنا المفروض ان هي ما تعديش الواحد، فاحنا من هنا كده بنقوم جايين ايه، سورت، نختار نقول اللي هو ايه سورت ديسندنج، يعني نرتبها لي من الكبير للصغير. هنلاقي ان نسبه التسليح طالعه بكام؟ ب7/10. يبقى احنا كده سيف، لان هنا ايه معداش الواحد. نخلي بالنا ان انا كنت مغيره شويه في نسبه التسليح في الطريقه دي، ان انا كنت مستخدمه مثلا قطر 18 عن اليونيفورم، عشان كان النسبه اتغيرت حاجه بسيطه. فكده ايه، احنا عندنا الشير وول دي كده سيف على التسليح اللي احنا حاطينه، اللي هو كام؟ قطر 16 كل 10 سنتي. تمام. يبقى احنا كده ايه سلحنا الشير وول دي. طيب بالنسبه بقى للكور، عشان برضو ايه نبقى عملناه مره واحده، شو اول اوبجكت، لو انا كده اخترت، اهم حاجه بس نكون مختارين من هنا كل الادوار،
ونعمل كليك يمين شو سيلكتد اوبجكت اونلي. اول حاجه بنعمل ايه؟ زي ما انا قلت لكم، بنقوم جايين مطلعين النتائج من الديزاين، ونقوم جايين رايحينها حاطينها في الكالكوليشن شيت. هنطلع احنا محتاجين قطر قد ايه وفي الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي، تمام. وبعد كده بنقوم جايين عاملين ايه؟ مسلحين تاني وعاملين تشيكد. فانا مثلا هبدا هنا ايه؟ هعمل ديزاين، من ديزاين كده شير وول ديزاين، ونختار حاجه اسمها اساين بير سيكشن. خلينا الاول نختار اليونيفورم رينفورسنج، تمام. انا هفترض بقى ان احنا طلعنا عدد الاسياخ من الكالكوليشن شيت، فاحنا مثلا نكتب ان احنا محتاجين هنسلح الكور ده بقطر 16، برضو السبيسنج 1/10 والكفر تمام. البار سايز اللي هي الاند في الكورنر برضو في 16، ونعمل رينفورسمنت تو بي تشيكد. ده بافتراض ان احنا خلاص طلعنا عدد الاسياخ المطلوبه في الكور وطلعنا الاقطار اللي احنا عايزينها. هنعمل اوكي. تاني هنختار سيلكت على الكور تاني، ونعمل من ديزاين شير وول ديزاين، ونختار حاجه اسمها ستارت ديزاين تشيك. كده المفروض ان هو طلع نسبة التسليح سيف ولا ان سيف، يعني النسبة بتاعت دي سي على الريشيو بتاعنا سيف ولا ان سيف. هنجيبها منين؟ اسهل حاجة برضو من تيبلز. هنروح للديزاين داتا من شير وول ديزاين اوتبوت، علامة البلس دي كده، كليك يمين شو تيبل. هنتحرك كده لحد ما نوصل للدي سي ريشيو، تمام. من هنا كده هنعمل سورت، تمام. هنلاقي ان اكبر نسبة طالعة كام؟ 1.26%. 1.26%. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التسليح اللي احنا حاطينه انسيف في بعض الادوار، فمعنى كده ان احنا محتاجين نزود القطر، لا اما نقلل السبيسنج. طبعا احنا كنا اقل سبيسنج مستخدمينها كام؟ 10 سنتي، ما ينفعش نقلل عن كده. فاحنا ممكن هنا ايه؟ نعلي القطر شويه عشان نسيف. بمعنى ان انا اقوم جاي رايحين تاني واحنا سلكت على الحائط كده ديزاين شير وول ديزاين، بنختار assign بير سيكشن، نختار يونيفورم، مثلا نخلي القطر هنا 18 ونخلي هنا ده كده 18، ونعمل اوكي. وسلكت على الشير وول الكور تاني، نعمل ديزاين شير وول ديزاين، بنختار حاجه اسمها ستارت ديزاين تشيك. تمام. هو كده عمل الديزاين خلاص. هنروح تاني للتيبلز اللي في الجنب دي، ديزاين تيبل شير وول ديزاين، لحد ما نلاقي الشير وول ديزاين في الاخر. بنحرك كده لحد ما نلاقي حاجه اسمها دي على سي ريشيو. من هنا كده سورت ديسندنج، تمام. هنلاقي النسبه ايه؟ بدات تقرب من الواحد اهي، 1.3%. 1.3%. فهي كده انصيف على حاجه بسيطه قوي. ممكن نرجع نكثف بقى الحديد في الارقام، تمام. ازاي بقى نعمل كده؟ دي الطريقه التانية بتاع التسليح. لو احنا عملنا سيلكت على الكور كده من قائمه ديزاين، في حاجه اسمها شير وول ديزاين assign بير سيكشن يونيفورم. لا احنا خلاص خلصنا يونيفورم دي، لا هنعمل حاجه اسمها جنرال رينفورسنج تو بي تشيكد. لا ثواني، احنا هنعرف تاني عشان احنا كنا معرفين هنا الحائط الريكتانجلر. من هنا كده من ديزاين شير وول ديزاين، هنعرف define general of section add بير section. طبعا البير 2 احنا كنا معرفين الاولاني اللي هو الحائط اللي هو بالمستطيل، هنعرف هنا الكور بقى. نعمل اوكي، تمام. من قائمة درو هنروح للكونكريت شيب. طبعا هندور على حرف السي مش هنلاقيه، يعني هو هنا عامل ال شيب والتي شيب بس السي مش موجودة. هنجيب السي منين؟ ممكن بقى نتحايل على الموضوع ده ونختار من الستيل، ونختار هنا التشانل، تمام. ونعمل كده. طيب الستيل دي دلوقتي، التشانل دي دلوقتي مرسومه ايه؟ مرسومه حرف سي بس الماتيريال بتاعها ستيل مش كونكريت. كليك يمين عليها كده ونغير الماتيريال من هنا نخليها كونكريت، تمام. من هنا كده بنكتب الهايت بتاعها. الهايت بتاعها كان تقريبا ب2 متر.
الفلانج ويدث تقريبا ب4، احنا كنا رسمينها بكده، بنكتب الابعاد اللي احنا كنا رسمينها في للكور. الفلانج ثيكنس ب3/10، الويب ثيكنس ب3/10، الفيلت راديوس اللي هي الكورنر دي بتبقى معموله بفيلت قد ايه، احنا عايزينها ب0، لان ده طبعا قطاع خرسانه مبيبقاش فيه فيلت. تمام. واهم حاجه نكون مغيرين الماتيريال لكونكريت. نعمل اوكي من هنا كده. كده رسم الكور. تمام. نبدا نحط التسليح فيه. نرسم التسليح ازاي؟ بنفس الطريقه اللي فاتت. من هنا كده من درو ريبار شيب. تمام. نرسم ريكتانجلر ونقوم جايين ضاغطين هنا كده، كليك يمين. طبعا الماتيريال بتاع الستيل اف يلد 40 ده اهم حاجه. الهايت بتاعنا بكام؟ احنا كنا قايلين ان الرجل دي ب4 والسكنس بتاعها بكام؟ ب3/10، يعني تقريبا 52، وهنا 3.95%. ونعمل اوكي. كده رسم الستيل هنا. تمام. ممكن برضو بنفس الطريقه درو ريبار شيب ريكتانجلر. من هنا كده نضغط كليك، وبعد كده كليك يمين. هنخلي ده ب52 وهنا ب3.95. يبقى احنا رسمنا الاسياخ هنا والاسياخ هنا. طيب عايزين نرسم الاسياخ هنا بنفس الطريقه. من درو ريبار شيب ريكتانجلر ريبار، كليك يمين. سوري، من درو ريبار شيب ريكتانجلر ريبار، ونقوم جايين كليك، وبعد كده كليك يمين. الهايت بكام بقى؟ احنا كنا عاملين الرجل دي تقريبا طولها 2 من 60 يبقى 42 تقريبا. نقللها شويه 32 وهنا 25%. اوكي، لا نقلل، يبقى سوري 1.70 متر. نقلل شويه كمان متر، نخليها 1.40 متر. احنا المفروض طبعا بنبقى حاسبينها بالظبط، يعني 1.20 متر. تمام. نبدا بقى نوزع السبيسنج بتاع السياخ بنفس الطريقه اللي قبل كده اللي احنا كنا قايلينها. بنعمل كده كليك يمين. البار سايز طبعا ممكن نستخدم هنا، نجرب 18 مع انه ما كانش مصيف على 16. تمام. هنا الماكسيمم سبيس 21، هو حسب عدد الاسياخ لوحده. ممكن نعمل تحت كده نختار ابلاي تو اول ايدجز عشان نوزع، نطبق كل ده على كل الاركان. تمام. هو كده ظبط الاركان اهو. برضو هنا بنفس الطريقه. احنا هنا لو زومنا كده كليك على الاسياخ عشان نظبطها. قطر 18 هنا ب1/10، وبرضو بنعمل ابلاي. كليك يمين على الاسياخ دي، قطر 18 ب1/10 ب11، ونعمل ابلاي. تمام. لو احنا مثلا عايزين نكثف الاسياخ هنا تاني، يعني ناخد الاسياخ دي كده نعمل اسياخ هنا زياده، نرسمها ازاي؟ من هنا كده من قائمه درو ريبار شيب، في حاجه اسمها لاين ريبار. تمام. فاحنا بنقوم جايين راسمين مثلا سيخ هنا تاني من قائمه درو ريبار شيب. ممكن نرسم سنجل بار كده، رسم سيخ مثلا سيخ. تمام. عايزين نظبط بقى السيخ ده كده كام؟ هنا كده اهو الاف يلد البار سايز نخليه مثلا ب18. هنا كده ب18. طبعا هي الطريقه دي اصعب من طريقه اليونيفورم، انا مفضلش في استخدامها يعني، بس انا بعرفها لكم عشان لو حد عايز يظبط الاسياخ. وطبعا هنا كده بتبقى صعبه ان احنا نظبط السبيسنج في الاسياخ، فاسهل حاجه ان الطريقه الاولانيه هي طريقه اليونيفورم، اسرع واسهل يعني. بعد كده بنعمل اوكي. السكشن ده اسمه بير 2. نعمل اوكي. من ديزاين نروح للشير وول ديزاين، بنختار اساين بير سكشن، ونختار جنرال رينفورسمنت، ونختار هنا بي 2، واهم حاجه تو بي تشيكد. نعمل اوكي، وبنروح تاني لقائمه ديزاين ونعمل ستارت ديزاين تشيك.
تمام. هو كده خلص الديزاين. عايزين نعمل بقى نشوف الاسياخ اللي احنا حطيناها دي سيف ولا ان سيف بالعدد بالاقطار. بنروح من تيبلز، من ديزاين داتا، شير وول ديزاين، علامه البلس، بنضغط هنا كليك يمين شو تيبل، بنروح من الجنب كده دي على سي ريشيو ونعمل سورت ديسندنج. تمام. هنلاقي النسبه كام؟ تقريبا 1. ممكن نعتبرها دي اوكي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنعمل تصميم للشير وول بالكود الامريكي، سواء شكله ريكتانجولار او كور، والال شبه الكور. الافضل يعني بالنسبه لي ان احنا نستخدم طريقه اليونيفورم رينفورسمنت، دي الاسهل والاسهل والاسرع في الحل يعني. تمام. شكرا.